اوعى تحت أي ظرف في حياتك تخلي صلاتك راجعة لمزاجك أو راجعة لحالتك النفسية. وقت ما تبقى مرتاح تصلي، وقت ما تبقى متضايق ما تصليش، وقت ما تبقى محتاج حاجة من ربنا تصلي، وقت ما تبقى مش عايز حاجة أو مش فارق لك حاجة ما تصليش. وكأنك بتمن على ربنا بالصلاة بتاعتك، تديها وقت ما تحب وتمنعها وقت ما تحب، لأن اللي بيعمل كده ربنا اللي بيغضب عليه، وكأنه شايف ان الصلاة بتاعته دي بمزاجي. وقت ما انا ابقى كويس معاك يا رب، او انا شايف انك اللي بتعمله معايا كويس، اصلي لك. وربنا اتكلم على الناس دي في كتابه وحط عقوبة انما كبيرة قوي انت ما تتحملهاش. ربنا بيقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني اللي خلى ربنا حسب مزاجه. وقت ما عوز، وقت ما اتزنق والدنيا تقفل عليا، اروح اقرب منه، لكن مزاجي رايق، الدنيا كويسة معايا، انا مش فارق لي. عقوبة الناس اللي خلت ربنا على حسب مزاجهم وقربهم منه على حسب مزاجهم ايه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، يعني ربنا اللي أضله، خلاص هو مش عايزك. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، حتى مش عايز قلبك يقرب مني، مش عايز قلبك يجيلي. وجعل على بصره غشاوة، فحتى لما عينه تشوف ما تأمنش. وأغلى عقوبة وأكبر عقوبة: فمن يهديه من بعد الله، يعني لو ربنا مش عايزه مين هيعرف يقربه من ربنا؟ خلاص هتبقى اتقفلت عليه. فلازم تخلي صلاتك هي الشيء الثابت الوحيد أو أكتر ثابت في حياتك، الصلاة. مهما كانت حياتك متقلبة ومهما كان حالتك المزاجية مختلفة، خلي أكتر ثابت في هذه الدنيا صلاتي قدام ربنا. حالتي كويسة أصلي، متضايق برضو أصلي، الدنيا جاية عليا برضو أصلي، الدنيا كويسة معايا لازم أصلي، علشان ما تكونش من اللي اتخذ إلهه هواه.